بلطجة على العلن، ودي مش شجاعة. فاكرين الشارع بتاعهم وفاكرين ان السلاح والضرب هو اللي بيكسب احترام الناس. بس الحقيقة البلطجة مش شجاعة. اللي بيستعرض قوته على الغلابة ده جبان مش راجل. انتشار ظاهرة استعراض القوة وقطع الطريق مش بس خطر على الناس، ده تهديد مباشر للأمن المجتمعي وكمان جريمة في القانون المصري. المادة 375 مقرر من قانون العقوبات بتقول بوضوح: أي شخص بيستخدم القوة أو التهديد أو التخويف علشان يفرض سيطرته بيتسجن. ممكن العقوبة توصل ل5 سنين، ولو في إصابة أو سلاح بتزيد. يا شباب، الرجولة مش بالضرب ولا بالمعارك الوهمية، الرجولة إنك تحافظ على الناس مش ترعبهم. وزارة الداخلية مش بتتهاون، أي بلطجة أو أعمال عنف بيتم التعامل معاها فوراً، وأي بلطجي بيتقبض عليه خلال 24 ساعة بمجرد ما يتوثق بالفيديو من تليفونك. يعني صور وابعت على موقع وزارة الداخلية. في صوت الحق هنفضل نفضح الغلط ونشرع القانون، فأنت لو مش متابعنا فأنت فايتك كتير. سلام.